التاونات في كل موسم ديال جني الزيتون كنهضروا على هذا اقليم التاونات اللي كيتعتبر من ضمن المنتجين الاساسيين ديال زيت الزيتون في المغرب. الاشجار ديال الزيتون في هذا الاقليم كتغطي واحد النسبه مهمه في الاراضي. الاغلبيه ديال الاسر ديال هذا الاقليم كيعتمدوا في الدخل ديالهم على الزيتون وزيت الزيتون. هذا الشيء علاش غادي نهضروا اليوم. ما تنساوناش باعجاب وبارطاج وتعليق وتخليو الاراء ديالكم. تاونات ولا اقليم التاونات اللي هو من المتصدرين في المغرب في انتاج الزيتون وزيت الزيتون. اقليم التاونات فيه قبائل كثيره كيف ما هو معروف. كاين القبائل ديال حيينه اللي كتعتمد بالاساس على الحبوب، وواحد النسبه مهمه من انتاج الزيتون ومشتقاته. وكاين القبائل ديال بني زروال والجايه ومرنسه، واللي كيتعتبر الزيتون المصدر الاول ديال هاد الاسر ديال هاد الاقليم ديال التاونات. وهاد الاشجار ديال الزيتون في هاد الاقليم اللي هو زيتون ولا اشجار كتعتمد على البور، يعني كتعتمد بالاساس على التساقطات المطريه، على غرار في بعض المناطق في المغرب اللي ولا الاشجار ديال الزيتون كيعتمدوا فيه على مياه السقي. كيف ما شفنا يعني تم غرس واحد المناطق شاسعه في المغرب والاغلبيه ديالها كتعتمد على المياه السقويه. وانما في الاقليم ديال التاونات كاين اشجار ديال الزيتون بوريه بالاساس، وهاد الاشجار يعني العمر ديالها كاين اللي كيفوق 100 سنه. يعني الناس الوالا اللي استقروا في هاد الاقليم هما اللي غرسوا هاد الشجر، ومازال الاحفاد ديالهم يعني كيجنيو ولا كيستافدوا من هاد الاشجار. لكن كما هو معروف مع قله التساقطات المطريه والجفاف اللي كيعرفوا المغرب مؤخرا، يعني الانتاج ديال الزيتون بهذا الاقليم قلال بواحد النسبه كبيره. وهذا الشيء اللي هو معروف كما سمعتوا وكما شفتوا، يعني الزيت ديال الزيتون عرفت واحد الارتفاع في الثمن بواحد الشكل المهول. وهذا الشيء اللي خلى ولا اضطرت الدوله باش تعتمد على استوراد الزيت ديال الزيتون باش تغطي الحاجيات المغربيه ديال الاسر المغربيه من هذه الماده الحيويه والماده الاساسيه في الموائد المغربيه. كما هو معروف اي مائده مغربيه يستحيل في الصباح تفطر وما تلقاش تبصيل ديال الزيت ديال الزيتون. بما ان اقليم تاونات كيتوفر على واحد المساحه شاسعه ديال اشجار الزيتون، فهذا الموسم كيحظى بواحد الطعم خاص في هذه المنطقه. وكتوفر كذلك المنطقه على معاصر نموذجيه ذات تجهيزات حديثه اللي هي منتشره بشكل كبير في المنطقه، واللي هي كتنتج واحد الزيت ذات جوده عالميه ومعترف بها. كما ان الاقليم في هذا الموسم ديال جني الزيتون يعني كيوفر واحد المناصب شغل مهمه لا بالنسبه للسكان المنطقه ولا بالنسبه للاقاليم المجاوره، وكيخدم الرجال والعيالات. الرجال هما اللي كيسقطوا الزيتون، بينما الدور ديال العيالات هما كيلقطوا وكينقيو الزيتون من الارض. يعني هذا الزيتون كيوفر واحد الفرص شغل وكيوفر واحد الرواج تجاري كبير في المنطقه. على العموم في الزيتون في هذا الاقليم ديال تاونات عنده واحد الاهميه خاصه لدى الاسر والساكنه ديال هذا الاقليم. وكما هو معروف مؤخرا مع قله التساقطات المطريه والجفاف اللي كتعرفوا بلادنا، يعني ولا هذا الاقليم كيعرف واحد الانخفاض كبير في هذا الانتاج ديال زيت الزيتون. كذلك الفلاحه ديال هذا الاقليم مازال كيعتنيوا بهذه الشجره، يعني كما كنقولوا حنا كيخدموا كيعطيوها الاسمده كينقيوها باش
الى جاب الله الرواء وطاحت الشتاء، يعني باش داك الزيتونه تعطي واحد المنتوج اللي كانت مولفه كتعطيه قبل ما تعرف بلادنا هاد الانخفاض في التساقطات المطريه. وهذا الشيء هذا كما قلت خصو واحد الدعم، لا من طرف السلطات المحليه ولا من طرف الوزاره ولا من طرف المجتمع المدني.